اهلا بكل حبايبي طلاب تانية ثانوي. النهارده هناخد الدرس الثاني في الوحدة الثانية. هناخد درس الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين. وبعد ما نخلص ان شاء الله في المحاضرة الدرس الثاني باقي لي درسين بس ونبقى خلصنا منهج الترم الاول. باقي لنا درس الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة الأموية والفتوحات الإسلامية في عصر الدولة العباسية. يلا بينا نبدأ مع بعض الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين. يلا بينا. الدرس اسمه الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين. واحد يقول لي يا مستر، هو يعني ايه كلمة الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين؟ أول حاجة هنعرفها مع بعض إن كلمة الفتوحات الإسلامية يعني الفتوحات أو البلاد اللي المسلمين قدروا يفتحوها، قدروا يدخلوها وينشروا فيها الدين الإسلامي. في عصر الخلفاء الراشدين، كلمة الخلفاء الراشدين يقصد بيها في درسنا الخليفة أبو بكر الصديق، الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة عثمان بن عفان، الخليفة علي بن أبي طالب. طبعا سموهم خلفاء لأنهم خلفوا الرسول، يعني جم بعد الرسول. وسموهم الراشدين لأنهم صاروا على نهج الرسول، يعني كانوا ناس راشدة، ناس حكيمة، ناس عندها تقوى، مشيوا بنفس تعليم الدين الإسلامي أو بنفس التعليم اللي الرسول قال لهم عليه. تعالوا مع بعض نشوف الأربع خلفاء الراشدين. أول خليفة الخليفة أبو بكر الصديق. الخليفة أبو بكر الصديق حكم المسلمين في الفترة من سنة 11 لسنة 13، يعني حكم حوالي 2.5 سنين. الخليفة أبو بكر الصديق أول ما تولى الخلافة زي ما أخذنا في المحاضرة اللي فاتت إن هو لقى إن في مشكلة كبيرة جدا بتواجه الدولة الإسلامية، وهي المرتدين. في ناس رفضوا دفع الزكاة وناس تانية ادعوا النبوة شبه مسيلمة الكذاب كده. فأول حاجة عملها الخليفة أبو بكر الصديق إن هو قضى على المرتدين، دخل حروب الردة وقضى على الناس المرتدين. بعد ما قضى على المرتدين استكمل أعماله بأن هو قام بالفتوحات الإسلامية. فيقول لك في المنهج إيه؟ إن شرع في تأمين حدود الدولة الإسلامية. يعني شرع يعني إيه؟ يعني أراد، نوى الخليفة أبو بكر الصديق إن هو يأمن الدولة الإسلامية بأن هو يقوم بالفتوحات الإسلامية. طب هو إمتى بدأ بالفتوحات الإسلامية؟ يقول لك بعد أن تم النصر على المرتدين، يعني بعد ما قام بالقضاء على المرتدين بدأ بقى يقوم بالفتوحات الإسلامية، يعني بدأ إن هو يأمن الدولة الإسلامية، بدأ إن هو يقوم بنشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ يقول لك بعد أن استقرت الدولة الإسلامية في يده وجه الجيوش الإسلامية، وقدر الخليفة أبو بكر الصديق إن هو يبعت الجيوش الإسلامية وفتحت منطقتين، العراق والشام. يبقى أول حد قام بنشر الإسلام وقام بالفتوحات الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية هو الخليفة أبو بكر الصديق. فتح جزء من العراق وفتح جزء من الشام. وبعد ما الخليفة أبو بكر الصديق مات جاء بعده الخليفة عمر بن الخطاب، وتولى حكم المسلمين حوالي 10 سنوات من سنة 13 لسنة 23. والخليفة عمر بن الخطاب كمل اللي قام به الخليفة أبو بكر الصديق. يعني الخليفة أبو بكر الصديق فتح العراق، فنلاقي إن الخليفة عمر بن الخطاب كمل فتح العراق. الخليفة أبو بكر الصديق فتح بلاد الشام، نلاقي ان الخليفة عمر بن الخطاب كمل بلاد الشام. ده مش بس كده، ده كمان الخليفة عمر بن الخطاب
فتح كمان مصر وبلاد فارس. يبقى الخليفة عمر بن الخطاب فتح ايه؟ استكمل فتح العراق واستكمل فتح الشام، وكمان قام بالفتوحات الإسلامية في بلاد فارس وبلاد مصر. بعد الخليفة عمر بن الخطاب جاء الخليفة عثمان بن عفان، والخليفة عثمان بن عفان حكم الدولة الإسلامية حوالي 12 سنة، من سنة 23 لسنة 35. الخليفة عثمان بن عفان بدأ يوسع الفتوحات الإسلامية لدرجة أن الفتوحات الإسلامية في عهده امتدت بشكل كبير جدا، والدولة الإسلامية امتدت بشكل كبير جدا، لدرجة أن الفتوحات وصلت في الشمال لغاية أرمينيا، ووصل في الجنوب تحت لبلاد النوبة، ووصل في الغرب الإفريقية اللي هي تونس، ووصل في الشرق لغاية بلاد فارس. يبقى كده الدولة الإسلامية اتسعت جدا في عهد الخليفة عثمان بن عفان. في الشمال أرمينيا، الجنوب بلاد النوبة، الشرق بلاد فارس، الغرب إفريقية أو تونس. وبكده يكون الخليفة عثمان بن عفان في عهده وصلت الدولة الإسلامية إلى أقصى امتداد في عهد الخلفاء الراشدين. بعد ما الخليفة عثمان بن عفان مات، جاء بعده الخليفة علي بن أبي طالب، وده تولى 5 سنوات من سنة 35 هجريا لسنة 40 هجريا. علي بن أبي طالب ما حصلش في عهده أي فتوحات إسلامية. تقول لي ليه يا مستر ما حصلش أي فتوحات؟ لأن الخليفة عثمان بن عفان قتل. فلما الخليفة عثمان بن عفان قتل، المسلمين انقسموا إلى قسمين: ناس بتطالب بالقصاص، يعني اللي قتل عثمان يتقتل في نفس الوقت، وناس بتطالب بتأجيل القصاص، يعني قالوا احنا هنقتل اللي قتل عثمان بس شوية وقت لغاية ما تستقر الدولة الإسلامية. طب اللي طالب بالقصاص، اللي عايز القصاص من قتلة عثمان بن عفان كان يتزعمهم معاوية بن أبي سفيان، واللي عايز تأجيل القصاص يتزعمهم الخليفة علي بن أبي طالب. فنتيجة الصدام والحروب بين قسمين المسلمين لم يقم الخليفة علي بن أبي طالب بفتوحات إسلامية، وانتهى الأمر بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب. فيقول لك في المنهج: توقفت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، لكن هتستمر بعد مقتله في عهد الدولة الأموية. خد بالك، يقول لك لم يحدث فتوحات إسلامية. ركز عندك واكتب النقطة دي، نقطة مهمة نواتج تعلم. ليه في عهد علي بن أبي طالب ما حصلش فتوحات إسلامية؟ تقول له لأسباب سياسية، بسبب الانقسامات بين المسلمين، في ناس بتطالب بالقصاص وناس بتطالب بتأجيل القصاص. نقدر نقول تلخيص للجزء اللي احنا قلناه ان احنا عندنا 4 خلفاء راشدين. الخليفة علي بن أبي طالب نعرف ان هو في عهده لم يحدث فتوحات. ليه يا مستر؟ تقول له بسبب الانقسامات والفتن. الخليفة أبو بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب. خد بالك عشان هتلاقي ان في حاجات مشتركة بينهم. الخليفة أبو بكر الصديق بدأ فتح العراق والشام. الخليفة عمر بن الخطاب كمل فتح العراق والشام. الخليفة أبو بكر الصديق بعد كده، بعد ما مات أبو بكر الصديق، تولى الخليفة عمر بن الخطاب، كمل الاثنين دول، وبعد كده فتح بلاد فارس وقدر يفتح مصر. الخليفة عثمان بن عفان وصلت الدولة الإسلامية في عهده، قلنا الأرمينية في الشمال، وبلاد النوبة في الجنوب، وإفريقية في الغرب اللي هي تونس، وفي الشرق لبلاد فارس. تقدر بقى الجزء ده تلخيص لكل اللي احنا قلناه مع بعض، ممكن تسجله عندك في السكتش او في المذاكره، هنبقى لخصنا الجزء اللي احنا قلناه مع بعض. يلا بينا مع بعض نشوف بقى الفتوحات الإسلامية
وناخد كده خليفة خليفة ونشوف ازاي استطاع المسلمين تحقيق انتصارات كبيرة جدا على الفرس والروم، وازاي المسلمين عملوا الفتوحات الإسلامية. احنا هناخد في الدرس ده هنتكلم مع بعض عن 4 نقط. هنتكلم مع بعض عن فتح بلاد العراق وفتح الشام، وهنتكلم عن فتح بيت المقدس، وهنتكلم عن فتح شمال افريقيا. تعالوا مع بعض كده ناخد منطقة منطقة ونشوف الخلفاء الراشدين ازاي قدروا يفتحوا تلك المناطق. اول منطقة فتوحات بلاد العراق. اول حد بدأ يوجه الجيوش الإسلامية لبلاد العراق هو الخليفة أبو بكر الصديق. طب تقول لي يا مستر، هل المسلمين دخلوا في حرب في بلاد العراق ضد الفرس في معركة واحدة؟ أقول لك لا، ده هم دخلوا في معارك كتير جدا. زي إيه؟ قال لك زي موقعة اسمها ذات السلاسل، زي فتح الحيرة، زي موقعة البويب، زي موقعة القادسية، زي فتح المدائن. واحنا هناخد مع بعض القادسية وهناخد مع بعض المدائن، بس مش هناخد كل المعارك اللي عندنا دي، هناخد بس معركتين بس. يهمني في الجزء ده ان انت تعرف اسماء المعارك، لانه ساعات في الامتحان يقول لك اسم من الاسماء دي، بيقول لك كانت بين المسلمين ومين، تقول المسلمين والفرس والفتح بلاد العراق. اول حاجة هناخدها الخليفة ابو بكر الصديق. في البداية الخليفة أبو بكر الصديق واجه مشكلة المرتدين زي ما احنا لسه قايلين، خلص على كل المرتدين وبدأت الدولة الإسلامية تستقر في إيده. فبدأ يدعو خالد ابن الوليد ويقول له أنا عايزك تفتح بلاد العراق. فقام خالد ابن الوليد في بضعة أشهر، يعني في كام شهر، قدر يفتح نص العراق ودون أن يجبر أحد في الدخول في الإسلام. ونوصل في الجزء ده لمجموعة من النقط المهمة في نواتج التعلم. يبقى أول حاجة الخليفة أبو بكر الصديق استعان بمين؟ أول حاجة بخالد ابن الوليد. هنا سؤال مهم جدا يقول لك إيه؟ هو ليه استعان بالقائد خالد ابن الوليد؟ تقول له عشان خالد ابن الوليد كان قائد ذو كفاءة. طب ايه الدليل يا مستر؟ ان هو كان ليه دور كبير جدا في غزوة مؤتة، كان ليه دور كبير جدا في حرب المرتدين او حروب الردة، فبالتالي هو استعان بخالد ابن الوليد لكفاءته العسكرية. دي اول نقطة نستنتجها نواتج تعلم من الجزء ده. تاني نقطة ان قدر يفتح اكتر من نص العراق في وقت قليل جدا. نقدر نقول ان العراق من اهم المناطق اللي اثبتت نجاح وقدرة خالد ابن الوليد على قيادة الجيش. نقدر نقول على ان ابو بكر الصديق ان فتح العراق هي من اكتر نجاحاته في الفتوحات الاسلامية، لانه فتح اكتر من نص العراق في وقت قليل. نقدر نطلع برضو نقطة مهمة نواتج تعلم، يقول لك ايه؟ ان هو فتح اكتر من نص العراق دون ان يجبر احد على الدخول في الاسلام. نقدر نقول ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف، او نقدر نقول كمان ان الهدف او من مبادئ الدين الاسلامي عدم اجبار احد على الدخول في الاسلام. ايه الدليل؟ ان هو خالد بن الوليد فتح اكتر من نص العراق دون ان يجبر احد في الدخول في الاسلام. النواتج دي مهمه جدا، ممكن تسجلها عندك في الاسكتش او في المذكره اللي انت بتذاكر منها او من الكتاب. تعالوا مع بعض بقى نشوف فتوحات بلاد العراق في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. خدوا بالكم احنا بناخد البلد ونبدا نمشي بالتسلسل لغايه ما يتم فتحها نهائيا. فانا اخدت بلاد العراق، اتكلمت معاكم دلوقتي ان اول حد الخليفه ابو بكر الصديق بعد خالد بن الوليد قدر يخش نص بلاد العراق. تعالوا بقى نشوف الخليفه عمر بن الخطاب. الخليفه عمر بن الخطاب اول ما تولى الخلافه لقى ايه؟ لقى ان الفرس لما لقوا ان اتاخد منهم نص بلاد العراق ما سكتوش، قرروا ان هم يعملوا هجمه مضاده ياخدوا كل المناطق المسلمين فتحوها. يعني حبوا يرجعوا نص بلاد العراق.
نقدر نقول ان الفرس هنا كده، فعايزين ياخدوا الجهة الغربية اللي اتاخدت منهم، فقرر الخليفة عمر بن الخطاب من تعيين سعد بن أبي وقاص عشان هو يقدر ينتصر على جيوش الفرس الكبيرة. فعمل ايه؟ فقام عمر بن الخطاب بعد ما تولى الخلافة ببداية الموجة الثانية. يبقى الموجة الأولى كانت في عهد، برافو عليك، في عهد الخليفة أبو بكر الصديق. الموجة الثانية كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. الخليفة عمر بن الخطاب قام بالموجة الثانية من الفتوحات الإسلامية بقيادة سعد بن أبي وقاص. طب ممكن نعمل مقارنة بسيطة؟ اتفضل يا مستر. خليفة أبو بكر الصديق تولى مين في عهده قيادة الجيش؟ خالد بن الوليد. طبعا الخليفة عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ دخل في عدة معارك شبه القادسية والمدائن ونهاوند. أول موقعة هناخدها موقعة القادسية. موقعة القادسية كانت سنة 15 هجرية، يعني بعد ما الخليفة عمر بن الخطاب تولى الخلافة بسنتين. طب يا مستر، طب ايه اللي خلاه يخش موقعة القادسية ضد الفرس؟ قال لك ان اللي حصل زي ما انا لسه قايل، ان تعرض المسلمين لهجوم مضاد من مين؟ من قبل الفرس. افقد المسلمين ما فتحوه تحت قيادة خالد بن الوليد. يبقى السبب الرئيسي ان الخليفة عمر بن الخطاب لقى ان الفرس عملوا هجمة، اخذوا المناطق اللي المسلمين فتحوها. طب هنا بقى في نقطة مهمة جدا، ايه؟ مين كده اللي بدأ بالعدوان؟ الفرس. طب ايه نتائج المعركة؟ استطاع سعد بن ابي وقاص الانتصار على الفرس. ده مش بس كده، ده عمل ايه بعد ما انتصر عليهم؟ انتصار حاسم. خلى الفرس ما عندهمش اي سيطرة على الجبهة الغربية لدولتهم. يعني ايه يا مستر الجبهة الغربية؟ انا لسه قايل اهو، هم كانوا واخدين الجزء الغربي بتاع بلاد العراق. فهو كده سعد بن ابي وقاص عمل ايه؟ نقل الحدود بين الفرس والمسلمين الى جبال زاجرس، وهي كانت في البدايه بلاد العراق، كانت بتفصل الفرس عن المسلمين. دلوقتي هو خلاص خلى ايه؟ خلى الفاصل بين الفرس والمسلمين جبال زاجرس. هنا بقى نماذج تعلم كتير جدا، سجل كده عندك. اول نقطه يقول لك ايه؟ ممكن السهم اللي حد بيطلقه يرتد تاني عليه، تقول له معركه ايه؟ معركه القادسيه. تقول له ليه معركه القادسيه؟ لان الفرس حاولوا ياخدوا نص العراق اللي المسلمين دخلوه. لما خدوا فعلا نص العراق، قام الخليفه عمر بن الخطاب خد منهم العراق كلها. ممكن يقول لك سؤال تاني، ايه المعركه اللي خلت الحدود بين الفرس والمسلمين حدود طبيعيه؟ تقول له معركة القادسية. ليه موقعة القادسية؟ لأن المسلمين بعد ما انتصروا خلوا الحدود بين الفرس والمسلمين جبال زاجرس، وبالتالي استطاع المسلمين إن هم يسيطروا على منطقة العراق ويخلوا الحدود هنا بين الفرس والمسلمين جبال زاجرس. تعالوا بقى نخش في معركة مهمة جدا وهتلاقوا عليها أسئلة كتير جدا، اسمها المدائن، حاضرة بلاد الفرس، عاصمة بلاد الفرس. ايه بقى قصة المدائن؟ الكلام ده يا جماعة كان سنة 16 هجرية. اللي حصل ان المسلمين بقيادة سعد بن ابي وقاص لما انتصروا على الفرس في معركة القادسية كملوا الفتوحات الإسلامية، كانت ضد كسرى حاكم الفرس. طب ايه الهدف؟ استكمال الفتوحات الإسلامية، وان هم يبداوا يفتحوا باقي البلدان التابعه للحكم الفارسي. اللي حصل ان جه سعد بن ابي وقاص وحاصر المدائن لمده شهرين. ركزوا بقى عشان خاطر المعركه دي معركه مهمه جدا. ايه اللي حصل بعد ما حاصرها لمده شهرين؟ فقام كسرى ملك او حاكم الفرس ساب القصر هو وكل قط الجيش وهربوا. فدخل المسلمين المدائن من غير معارض، ما لقوش حد يقاومهم، وغنموا ما تركه كسرى،
وبعد كده سعد بن ابي وقاص دخل القصر الابيض اللي كان بيحكم منه كسرى البلاد، واتخذوا مصلى ليه، خلاه مكان يصلى فيه. وبعد ما دخل لقى ايه بقى؟ لقى التاج بتاع كسرى والثياب بتاعه والسوار بتاعه. فلما دخل لقى الحاجات دي كلها، راح عامل ايه؟ راح بعتها للخليفه عمر بن الخطاب وقال له على الانتصارات المذهله اللي المسلمين حققوها. الحته دي يا جماعه حته مهمه جدا وبيجي عليها اسئله كتير جدا في الامتحان. فقام علي بن ابي طالب قال للخليفه عمر بن الخطاب: عففت فعفت رعيتك ولو ارتحت لارتاعوا. يعني يا مستر الكلام ده؟ تعالوا نقعد نشوف الحوار اللي حصل. سعد بن ابي وقاص بعت تاج والثياب والسوار بتاع كسرى ملك الفرس، وبعت غنائم اللي تركها الفرس لعمر بن الخطاب. فسعد بن ابي وقاص بعت الحاجات دي وقال له: احنا اخذنا الحاجات دي من الايه؟ من القصر وبعتناها لك. فجاء علي بن ابي طالب وقال له: عففت فعفت رعيتك ولو ارتحت لارتاعوا. يعني ايه؟ عشان انت يا عمر ابن الخطاب شخص عفيف، شخص تقي، شخص مش طمعان في الحياة وفي الدنيا، فالقوم او الشعب حصل له نفس الموضوع. سعد ما بقاش طماع زيك. ولو ارتحت لارتاعوا، يعني لو انت كنت طماع وبتدور على الدنيا والفلوس، كان سعد هيبقى زيك وكان هيعمل ايه؟ كان اي حاجة يلاقيها كان هياخدها. ثم نادى سراقة ابن مالك فألقى إليه سوار كسرى وقال: قل الله أكبر. فقال: الله أكبر. ثم قال: الحمد لله الذي سلبها كسرى ابن هرمز وألبسهما سراقة ابن مالك أعرابي من بني مملك. فقام أخذ الحاجات دي ونادى لسراقة ابن مالك واداله سوار كسرى. طب ليه مستر اشمعنى سراقة ابن مالك؟ سراقة ابن مالك ده قصته قصة مهمة جدا عندنا في المنهج. القصة بتقول إن سراقة ابن مالك قبيلة قريش أثناء هجرة الرسول من مكة إلى المدينة، وكان معاه أبو بكر الصديق. فقام سراقة بن مالك قاعد يجري ورا الرسول عشان خاطر ياخد الجايزة اللي قريش قالت عليها. قريش قالت اللي هيقبض على الرسول هنديله 100 ناقة. فسراقة بن مالك جرى ورا الرسول عشان يقبض عليه، فوقع من على الخيل بتاعه، فقال للرسول: خلاص أنا مش هعمل أي حاجة غلط. فراح جاي الرسول قال له إيه؟ قال له: أنا هديك سوار كسرى. طبعا كسرى ده ملك الفرس، تخيل بقى ان هو يقول له كده. فسراقة بن مالك صدق الرسول، لان الرسول كان يلقب بالصادق الامين، ورجع. وكان اي حد يسال سراقة ما شفتش الرسول فين، فيبدا يوديه اماكن غلط، بدا يتوههم. فبالتالي الخليفه عمر بن الخطاب تذكر قول الرسول وقام باعطاء سراقة بن مالك سوار كسرى، وده معناه الوفاء بالعهد. اوكي؟ ممكن يقول لك ايه الدروس المستفاده من الجزء اللي احنا اخدناه اللي هو عففت فعفت رعيتك ولو ارتعت لارتاعوا؟ هتقول له الدروس المستفاده ان الحاكم لما بيكون تقي الشعب بيكون تقي. الحاكم بيكون طماع الشعب بيكون طماع. فلما لقينا ان الخليفه عمر بن الخطاب شخص عفيف، فلقينا سعد بن ابي وقاص شخص عفيف هو كمان. بعد كده بعد ما تم اتمام فتح المدائن، امر سعد بن ابي وقاص جنوده يستمروا في فتح بقيه الايه؟ البلدان التابعه لكسرى ملك الفرس، وملاحقه جنوده بالفعل نجح في فتح بقيه البلدان التابعه للحكم الفارسي. نقدر كده نلخص مع بعض فتح بلاد العراق بكل بساطه، هناخدها كده كخريطه ذهنيه. نقول ايه؟ نقول اول حاجه بلاد العراق. هنعمل كده وهنعمل كده. هنقول اول حاجه الخليفه ابو بكر الصديق فتح نص العراق عن طريق خالد ابن الوليد. بعد كده هنكتب الخليفه عمر ابن الخطاب عن طريق سعد ابن ابي وقاص. دخل معركتين، المعركه الاولى اسمها القادسيه والمعركه الثانيه اسمها المدائن. يهمني في معركه القادسيه ان السبب بتاعها ان الفرس اخذوا ما فتحه مين؟ ما فتحه خالد.
نتائجها ان المسلمين انتصروا وخلوا الحدود بين الفرس والمسلمين هي جبال زاجرس. المدائن، تعرف ان النتائج بتاع فتح المدائن ان المسلمين دخلوا القصر الابيض وبعتوا ثوار كسرى، وبعد كده تعرف ان فتحوا البلدان التابعة للفرس. بكل بساطة لو انت لخصت بالطريقة دي كده هتلاقي الدنيا بقت سهلة خالص معاك. تعرف الخليفة ابو بكر عمل ايه والخليفة عمر بن الخطاب عمل ايه. تعالوا بقى مع بعض ناخد فتوحات بلاد فارس. تقول لي يا مستر ايه بقى يا مستر فتوحات بلاد فارس؟ المسلمين مش بس هياخدوا من حكم الفرس البلاد اللي هي كانت خاضعة عليهم، ياخدوا بس بلاد العراق، لا ده هيكملوا كمان ويخشوا بلاد فارس، وهيخلوا منطقة بلاد فارس والعراق كلها يعتبر دولة واحدة، دولة إسلامية، وهتبقى شعب واحد وشعب إسلامي. تعالوا مع بعض نشوف عمر بن الخطاب عمل ايه. عمر بن الخطاب المسلمين سنة 21 بدأوا في عهد عمر بن الخطاب يقوموا بإكمال فتح بلاد فارس. تقول لي يا مستر طب المسلمين سنة 21 قرروا ان هم يفتحوا الامبراطورية الفارسية بأكملها، يعني خلاص بقى عايزين يخلوا بلاد فارس كلها دولة إسلامية. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسلمين قرروا ارسال جيوش لاكمال الفتوحات الاسلاميه. ليه؟ لان الفرس كل شويه يحملوا غارات على المسلمين، فكان في غارات مستمره للفرس على المسلمين في العراق. ولم يمضي عام 23 حتى قضى المسلمين على الامبراطوريه وفتحت فارس باكملها. اهم الفتوحات اللي المسلمين دخلوها معركة الري وخراسان ونهاوند. احنا ناخد بس معركة نهاوند. يبقى الأول حاجة نعرفها في الجزء ده ايه اللي خلى الخليفة عمر بن الخطاب يكمل فتوحات ويخش ويعدي ويروح يحارب بلاد الفرس. ليه يا مستر؟ تقول له عشان هم كانوا كل شوية يعملوا هجمات على بلاد العراق. تعالوا بقى نشوف فتح نهاوند، أو بنسميه فتح الفتوح، لأن انتهى الدولة الفارسية أو القوى الفارسية الكبرى، وبكده يبقى المسلمين سيطروا على بلاد فارس. أول حاجة فتح نهاوند، قام الخليفة عمر بن الخطاب بتعيين قائد للجيش وهو القائد نعمان بن مقرن. طب اشمعنى ده؟ قال لك عشان هو قائد شاطر بيقدر ينتصر على الفرس ويقدر يقاوم الجيوش أو الحشود الكبيرة من الجيش. يعني هيحصل إن هيلاقي جيش كبير جدا من الفرس، فهو قائد شاطر في الحتة دي. وفعلا تم تعيين القائد النعمان بن مقرن، وقال له انا عايزك تحارب الفرس وتنتصر عليهم. فقابل كسرى الفرس اللي هو يزدجر الثالث. ايه السبب؟ ان يزدجر الثالث ده اللي هو حاكم الفرس بدأ يدعو ان يجمع كل القوى الفارسية وكل الحشود الفارسية عشان يحارب المسلمين ويرجع امجاد الامبراطورية الفارسية. حاول كسرى حاكم الفرس يزدجر الثالث ان يرد لدولته كيانها المنهار على ايدي المسلمين، خاصة بعد أسر كبار قادته وقتلهم. نتيجة المعارك اللي قبل كده كبار قادة الجيش تم ايه؟ تم قتله. الأحداث في البداية بدأ كسرى حاكم الفرس يدعو مناصريه ليجتمعوا على حرب المسلمين، وفعلا الفرس اتجهوا إلى نهاوند. فكان لابد من أمير المؤمنين طبعا اللي هو الخليفة عمر بن الخطاب إن هو يجد قيادة تمكنه من مواجهة الجيوش الفارسية. زي ما أنا لسه قايل بالظبط إن الفرس حشود كبيرة جدا، ناس كتير جدا، فبالتالي عايز قائد يكون شاطر في التعامل مع النقطة دي، فاختار النعمان ابن مقرن. المهم إن الفرس بالحشود دي كلها تحصنوا في نهاوند، وبعد ما تحصنوا في نهاوند حصل إيه؟ بدأوا بقى يعملوا خنادق، وبدأوا خنادق يعني حفر كبيرة، فلقوا ان المسلمين جايين يحاربوهم، فبدأوا يطلبوا الصلح والمفاوضات. يقول لك فأراد الفرس التفاوض مع المسلمين، لكن كل المفاوضات فشلت، وحصل حرب بين المسلمين والفرس استشهد فيها قائد الجيوش الإسلامية
النعمان ابن مقرن. لكن المسلمين في النهاية انتصروا وتحطمت قوة الفرس، وبالتالي فتحت أبواب الفرس أمام الجند المسلمين. يبقى كده الخليفة عمر بن الخطاب انتصر على الفرس في معركة القادسية، وفي معركة المدائن، وفي معركة نهاوند. تعالوا مع بعض نشوف بقى الخليفة عثمان بن عفان لما تولى بعد الخليفة عمر بن الخطاب ايه اللي حصل. بعض المدن الفارسية تمردت على المسلمين، فأرسل خليفة عثمان بن عفان الجيوش لإعادة فتح تلك المناطق، واستطاع ان هو يفتح منطقة الري وخراسان. ومش بس كده، ده بعد ما فتح خراسان استطاع ان هو يقتل يزدجر الثالث اللي هو كان حاكم الفرس، وبالتالي بعد كده لم نسمع عن الدولة الفارسية مرة تانية. كده المسلمين يكونوا قدروا يفتحوا بلاد العراق وبلاد فارس. فتوحات بلاد الشام. أول حاجة بلاد الشام كانت بتعتدي على المسلمين زي ما أخذنا قبل كده في الدروس اللي فاتت. أخذنا إن بلاد الشام كان بيحكمها الروم، والروم اعتدوا على قوافل المسلمين التجارية، وبدأوا يقتلوا والي معان لما دخل في الإسلام، وقاموا بعدة اعتداءات على المسلمين. فأول حاجة نعرفها إن في عهد الرسول قرر إن هو يوقف الاعتداءات دي، فجهز جيش كبير وعين عليه قائد اسمه أسامة ابن زيد، ولسه الجيش خلاص هيتحرك فجت وفاة الرسول. فأول ما تولى الخليفة أبو بكر الصديق قرر ان هو يكمل اللي بدأ فيه الرسول، ان هو يبعت جيش أسامة ابن زيد، رغم ان كتير من الصحابة قالوا للخليفة أبو بكر الصديق ان هو ما يرسلش هذا الجيش، لان المسلمين كانوا بيعانوا من مشكلة كبيرة وهي مشكلة المرتدين. لكن أصر أبو بكر الصديق ان هو ينفذ كلام الرسول. فيقول لك عندك في المنهج كانت بلاد الشام خاضعة لحكم الروم اللي كانوا بيعتدوا على حدود شبه الجزيرة العربية، لذلك أراد الرسول منعهم من ذلك، فجهز جيش أسامة ابن زيد، ولكن الرسول توفى قبل إرساله. في عهد الخليفة أبو بكر الصديق حرص على إرسال جيش أسامة ابن زيد. عقب وفاة النبي، فبعد الانتهاء من حروب الردة أرسل 4 جيوش لفتح بلاد الشام ونشر الإسلام. طبعا اللي عمله الخليفة أبو بكر الصديق، سجل عندك نقطة مهمة من نواتج التعلم، ده بنسميه إيه؟ بنسميه الوفاء بالعهد. إن هو الرسول هو كان جاهز الجيش، هو عمل إيه؟ كمل الرسول قال عليه. المهم إن الخليفة أبو بكر الصديق أرسل 4 جيوش لمحاربة الروم. لقى إن الحرب صعبة جدا، والروم يا جماعة كانوا أقوى دولة في العالم في الفترة دي، وكان أبو بكر الصديق بيختار كبار الصحابة المشهود لهم بالكفاءة. طب وبعد كده يا مستر إيه اللي حصل؟ لما اشتدت الحرب جدا بين المسلمين والروم، دعا أبو بكر الصديق القائد خالد ابن الوليد، كان ساعتها بيحارب الفرس، قال له سيب حرب الفرس وتعالى انضم للجيوش الإسلامية وحارب الروم في بلاد الشام. وحصل معركة مهمة جدا بين المسلمين والروم اسمها معركة اليرموك. معركة اليرموك كانت سنة 13 هجريا بين المسلمين والروم. المعركة دي يا جماعة اتذكرت في كتاب الطبري وكتاب ابن الأثير. كانت بين المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد والروم بقيادة هيراقل. ايه سبب المعركة؟ ان اعلن هيراقل حالة الاستنفار، يعني ان كل الناس تتجمع اللي تبع الروم يتجمعوا كلهم عشان يحاربوا المسلمين، واعد الخطط لقتال المسلمين. فجاه عمرو بن العاص اشار على مين؟ اشار على خالد ابن الوليد، قال له انا رأيي، انا شايف ان احنا نقف عند نهر اليرموك ونحارب الروم. وفعلا خالد ابن الوليد بعد ما عمرو بن العاص اشار عليه ان هم يتجمعوا عند نهر اليرموك التقى الفريقين،
واستطاع المسلمين الانتصار على الروم انتصار ساحق، وبكده يكون المسلمين كسبوا الروم اللي هم اكبر قوة في العالم في ذلك الوقت. مش بس كده، ده يقول لك ان معركة اليرموك من اعظم المعارك، لان المسلمين لما قدروا ينتصروا في اليرموك فتحت لهم المجال ان هم يقدروا يخشوا بلاد الشام، وقدروا يدخلوا كمان بيت المقدس، فكان لها دور كبير في تحقيق الفتوحات الإسلامية. وبعد ما وصل الأخبار لهرقل حاكم الروم قال جملة مهمة جدا، قال كده: عليك يا سوريا السلام. يعني بيقول لسوريا مع السلام، يعني خلاص كده الموضوع خلص. سلاما مودع ونعم البلد هذا للعدو. يعني هو بيتحسر على بلاد سوريا وكان شايف ان هي بلاد مهمة جدا بالنسبة له، وبيقول نعم هذا البلد، كانت بلد جميلة. خلاص بعد معركة اليرموك هو تأكد ان خلاص ان بلاد الشام هتتاخد من الروم وتروح للمسلمين. لاحظ ان بقى معركة اليرموك لسه قايلينها من اعظم المعارك وابعدها اثرا في حركة الفتوحات الاسلامية، والسبب لان كان ليها الدور الاكبر في فتح القدس ومدن الشام. تعالوا بقى مع بعض نشوف في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب نكمل الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام. بعد ما المسلمين انتصروا على الروم في معركة اليرموك، بدأ المسلمين فتح أجنادين 15 هجري. أول حاجة اللي أطراف المعركة المسلمين بقيادة عمرو بن العاص ضد الروم بقيادة واحد اسمه الأرطبون. أحداث المعركة إن الأرطبون عمل خطة عسكرية ذكية جدا. الخطة بتقوم إن هو أخذ قوات الروم ووزعهم على المدن الفلسطينية علشان خاطر يحمي كل مدن فلسطين، مفيش أي مدينة تقع تحت يد عمرو بن العاص. فقام عمرو بن العاص عمل خطة مماثلة، عمل خطة زي الأرطبون عملها بالظبط، وحصل لقاء بين الطرفين فاستطاع المسلمين الانتصار على جيوش الروم بقيادة الأرطبون. يقول لك كده في الأحداث: قام القائد البيزنطي الأرطبون بجمع قواته ووزعهم على على مدن فلسطين عشان يستعد لملاقاة المسلمين. فواجهه عمرو بن العاص بخطة مماثلة، وتلاقى الطرفين عند منطقة اسمها أجنادين وسقط قتلى من الفريقين. بعد كده المسلمين هم اللي انتصروا والأرطبون انسحب إلى بيت المقدس. خد بالك إن ده أول انسحاب، وبكده انسحب بعد معركة أجنادين إلى بيت المقدس. ونجح عمرو بن العاص في فتح بلاد ومدن جنوب الشام عشان يأمن القوات والفتوحات. تعالوا بقى بعد ما أخذنا مع بعض فتح بلاد الشام، تعالوا مع بعض ناخد فتح بيت المقدس. تقول لي يا مستر فتح بيت المقدس ده هل مختلف عن كل الفتوحات اللي فاتت؟ اقول لك ده فتح مهم جدا نتيجة اهمية بيت المقدس الدينية، ونتيجة ان هي لها مكانة كبيرة جدا في قلب اي مسلم لان فيها المسجد الاقصى. اول حاجة ان المسلمين كانوا بقيادة عمرو بن العاص دخلوا في حرب ضد الأرطبون قائد الروم. تقول لي يا مستر هو مش الأرطبون ده احنا لسه واخدينه؟ اقول لك كان في موقعة اجنادين وهرب الى بيت المقدس. عمرو بن العاص بعد ما الأرطبون اتهزم في موقعة اجنادين وبقى في بيت المقدس، فقام عمرو بن العاص فرض حصار كبير جدا على بيت المقدس. فالأرطبون حاول بأكتر من طريقة ان هو يفك الحصار، ما عرفش، فراح هرب الى مصر لأن مصر ثقل استراتيجي للرومان. إذا ده هيرب من أجنادين إلى بيت المقدس، وبعد كده من بيت المقدس إلى مصر. وبعد كده قام عمرو بن العاص بتشديد الحصار على بيت المقدس، فالبطريرك اللي هو سفرينيوس اللي هو بطريرك اللي هو البابا بتاع فلسطين طلب الصلح، لكن قال لهم إن أنا مش هدي مفاتيح بيت المقدس إلا للخليفة عمر بن الخطاب نتيجة أهمية بيت المقدس الديني. تعالوا مع بعض كده نشوف عندنا في المنهج بيقول إيه. بيقول لك أول حاجة بعد هزيمة الأرطبون القائد البيزنطي في موقعة أجنادين تقهقر ودخل فين؟ بيت المقدس. فعمرو بن العاص لحق به وشدد عليه الحصار. لم يتمكن الرومان من فك الحصار، فهرب الأرطبون إلى مصر
مركز صقل الوجود البيزنطي لصد هجمات مين؟ المسلمين. اثناء الحصار كانت تجري محادثات لدخول بيت المقدس. تعالوا مع بعض نشوف موقف البطريرك اللي هو البابا بتاع بيت المقدس اللي هو اسمه سفرينيوس من المحادثات. ما وجدش امامه غير ان هو يعمل صلح. يقول لك في المنهج عندك لم يجد امامه سوى المصالحه، ولكن اشترط ان يتم الصلح مع مين يا مستر؟ مع الخليفه نفسه وليس مع عمرو بن العاص. وذلك لايه؟ لقدسيه المدينه واهميتها الدينيه. عمرو بن العاص بعت رساله للخليفه عمر بن الخطاب وقال له اني بأواجه حرب كؤودا صدوما، حرب صعبه جدا، وبلادا ادخرت لك فلك رأيك. قال له يعني أنا بحارب حرب صعبة جدا، وبيت المقدس يعني ليك وليك رأيك اللي أنت شايفه. والأول مرة الخليفة عمر بن الخطاب يخرج من المدينة بعد وفاة الرسول يروح فيها بيت المقدس. نزل عمر بن الخطاب في الجابية، وبعد كده بدأ يعمل الصلح مع سفرينيوس اللي هو بطريرك بيت المقدس. يقول لك كده موقف الخليفة عمر بن الخطاب: وافق الخليفة ثم خرج من المدينة لأول مرة بعد وفاة الرسول، وكان أول نزول له في الشام في مدينة اسمها الجابية. خلاص، وبعد كده بدأ يتفاوض مع البطريرك. طبعا النتائج إن تم فتح بيت المقدس، وكان فتحا ونصرا للإسلام وإعزازا للمسلمين. والخليفة عمر بن الخطاب ادى لأهل إلياء أو أهل بيت المقدس، ادالهم في الصلح بنود ما اداش البنود دي لأي حد تاني في الفتوحات الإسلامية. يقول لك في المنهج إن هو صالح الخليفة عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس صلحا لم تحظى به أي مدينة أخرى من البلاد المفتوحة، وأعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ودفع أهلها الجزية. عندنا قصة بسيطة بتؤكد عن سماحة الإسلام. بتقول إن الخليفة عمر بن الخطاب بعد ما ألقى الخطبة بتاعته بيتفقد كنيسة القيامة مع سفرينيوس اللي هو بطريرك بيت المقدس. وجه وقت الصلاة، فعمر بن الخطاب قال لسفرينيوس، قال له أصلي فين؟ قال له لو عايز تصلي في المكان اللي أنت فيه ده مفيش مشكلة. كان المكان ده كان جوه كنيسة. فالخليفة عمر بن الخطاب رفض وقال له لا، أنا مش هصلي جوه الكنيسة، أنا هطلع في مكان بره الكنيسة أصلي فيه، علشان خاطر ما يجيش حد بعد يقول إن الخليفة عمر بن الخطاب صلى في كنيسة فيجي المسلمين تكون سنة مستحبة، يعني حاجة محببة ليهم إنهم يروحوا الكنيسة ويحولوها إلى مسجد. وده يؤكد سماحة عمر بن الخطاب وسماحة الإسلام. يقول لك كده لو احنا قرأنا الأحداث، يقول لك بعد أن انتهى عمر بن الخطاب من خطبته دعاه البطريرك سفرينيوس لتفقد كنيسة القيامة، فلبى دعوته وأدركته الصلاة وهو فيها، فالتفت إلى البطريرك سفرينيوس وقال له أين أصلي؟ فقال مكانك صلي. فقال عمر ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة فيأتي المسلمين من بعدي ويقولون هنا صلى عمر، يعني ما صليش في الكنيسة فيجي بعد شوية المسلمين يقولوا إيه ده عمر صلى هنا، ويبنون عليه مسجد وتصبح سنة مستحبة، يعني يحولوا الكنيسة المسجد. فإن فعلوا أخرجوا النصارى من كنيسته. فعمر بن الخطاب صلى في مكان قريب من الصخرة المقدسة وبنى عليها مسجدا لغاية دلوقتي اسمه مسجد عمر، وهو من معالم المسجد الأقصى ليومنا هذا. وبكده يكون عمر بن الخطاب قدر يفتح بلاد الشام كلها. نختم بقى محاضرتنا بفتح شمال افريقيا، هو جزء صغير خالص. اول حاجة ناخدها في شمال افريقيا ان المسلمين اتجهوا غربا لفتح شمال افريقيا عام 20 هجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. خد بالكم ان احنا هناخد في الترم الثاني فتح مصر، فهو مش هيتكلم عنها، هيقول لك بس ان عمر بن الخطاب قدر يبعت عمرو بن العاص يفتح مصر، وحاول عمرو بن العاص انه يفتح النوبة لكنه فشل. بعد كده بقى جه الخليفة عثمان بن عفان وعين القائد عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقدر يعمل صلح مع أهل النوبة اسمه اتفاق البقط، وبكده يكون قدر يفتح بلاد النوبة. تعالوا بقى نشوف منطقة إفريقيا اللي هي تونس دلوقتي
المسلمين فتحوها ازاي؟ معركة سبيطلة كانت بين المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد ضد البيزنطيين بقيادة والي افريقيا اسمه جارجير او جريجوريوس. اول حاجة المسلمين بدأوا يتجهوا الى تلك المنطقة عشان يأمنوا نفسهم من الخطر البيزنطي وينشروا الاسلام. فعبد الله بن سعد بعت لجريجوريوس يقول له ايه؟ يقول له انا بخيرك بين 3 حاجات وبديك الصلح، يا اما تدخل في الاسلام وده حاجه رقم 1، يا اما تدفع الجزيه وده حاجه رقم 2، يا اما الحرب وده رقم 3. ده يؤكد يا جماعه ان لم يكن الحرب هي اهم حاجه عند المسلمين ولا كانت الاختيار رقم 1. فطبعا جريجوريوس ما قدرش الموضوع كويس، وده من الاسئله المهمه في نموذج التعلم. يقول لك ايه الدليل ان جرجير او جريجوريوس ما قدرش قوه المسلمين، ان هو رفض الشروط دي ودخل في المعركه وانتهت بهزيمته ومقتله، وانتهى الحرب بانتصار المسلمين بفضل المدد اللي جه لعبد الله بن سعد من الخليفه عثمان بن عفان. وبعد كده ارسل عبد الله بن سعد جيوش المسلمين وبداوا يخشوا مدينه ثم الاخرى زي حصن الاجم وفتح قصفه، وبكده يكون المسلمين قدروا يحققوا انتصارات كبيره جدا. خد بالك ان فتح سبيطله لما بدا عبد الله بن سعد يتحرك ناحيه سبيطله طلب الرأي أو أشار على الخليفة عثمان بن عفان، ودي من النقط المهمة في نماذج التعلم اللي بيجي لك يقول لك إن المسلمين كانوا بيتشاوروا مع بعض، أو كان الرأي بالشورى، أو كان عبد الله بن سعد بياخد الشورى أو رأي الخليفة عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان هو اللي وافق على الفتح. كده حبايبي نكون خلصنا مع بعض درس الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، وهتلاقوا على منصتنا على طول معانا درس حل أهم الأفكار وأهم الأسئلة وأهم النقط اللي بتيجي في الامتحانات على الدرس ده. بالتوفيق ليكم.